أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا توضأ الإنسان في دورات المياه أكرمكم الله في دورات مياه الحرم أو في دورات المسجد، هل يحصل له ثواب مثل من توضأ في بيته ثم أتى المسجد والأجر المترتب له في الحديث؟ وجزيتم خيرا. ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: ذلك أنه إذا توضأ ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا على الغالب. والقاعدة عند العلماء أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، بمعنى أنك لو كنت مثلا في السوق وأذن عليك الأذان فنزلت إلى دورة المياه وتوضأت ثم مضيت إلى المسجد، شملك الفضل، لأن قوله إذا تطهر في بيته هذا على الغالب. لكن لو أنك بمجرد أن تسمع الأذان تتطهر في المكان الذي أنت فيه ثم تعمد إلى المسجد، فبمجرد خروجك من ذلك المكان الذي توضأت فيه إلى المسجد فخطواتك مكتوبة كالذي خرج من بيته، وفضلك مكتوب كالذي خرج من بيته، وقد يكون أجرك أعظم من أجرك من بيتك، كأن يكون المكان الذي أنت فيه أبعد عن المسجد من بيتك. فلو كنت مثلا في السوق والسوق أبعد عن المسجد من بيتك، فلما أذن عليك لصلاة الظهر توضأت في السوق ومشيت بقدميك إلى المسجد، فأجرك أعظم مما لو توضأت في بيتك ثم مضيت إلى السوق. فهذه خطوات إلى المسجد. وكونه عليه الصلاة والسلام يقول: من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، وهذا هو الأصل عند أهل العلم رحمه الله. وبناء على ذلك لا يختص فضل تكفير الخطيئة ورفعة الدرجة بالمشي إلى المسجد، لا يختص بالخروج من البيوت، وإنما يشمل كل من قصد المسجد، سواء كان في السوق أو كان في عمله وأذن له بالخروج إلى المسجد الأبعد ونحو ذلك، فهذا يشمله الفضل، والله تعالى أعلم.